ابفصل ثياب قطريه وبشوف كم الحساب. طبعا كم الحساب باللبس الكامل، غتره قطريه، ثوب قطري، صديق قطري. لازم نرتبها صح. صديق معك سعودي. ادري انك سعودي. عقال وعقال، يعني كل شيء نفصل الحين، وبعد كم يوم بتطلع ونوريكم اللبس القطري البحت. اهم حاجه في الثياب القطريه ولا السعوديه تكون الخامه مضبوطه، فبنختار الخامه بدقه وبناخذ لنا ثوبين ان شاء الله. افضل شيء اذا بغيت تفصل ثوب قطري تاخذ وقتها شوي. وش افضل قلابي هنا؟ ابي قطري بحت. والله عندك القلابين كلهم حلوين، طق احلى قلابين نحن نلبسهم، واحلى هاي قلابي هاي الاول. هذا القلابي، هذا القلابي هاي كل الناس تستعملها. باخذ لي ثوب واحد من كذا. طيب والثاني؟ عندك القلاب الثاني هذا فنان. هذا فنان. شيء هذا القلابين هذيل افضل شيء. خلاص يا مدير، عطني واحد هذا وواحد هذا، اوكي؟ طبعا الحين بياخذ المقاسات، يبغى مقاس 100 100 يا مدير. طبعا فصلنا ثوبين، الثوب الواحد ب 120 قطري، يعني كل بوهن 240. على معلوماتي البسيطة عن الثياب القطرية، لازم صفطتين ورا وصفطة من قدام، يبي يكون الثوب مناسب ان شاء الله. ان شاء الله وعدنا بعد 3 ايام. جينا عند لوازم الرجال، بناخذ لنا غترتين مناسبات او غترتين وشماغ. شوفوا الغتر، وهذه الغترة القطرية يقول ب20، فخلونا ناخذها. جينا بناخذ الغترة القطرية ولقيت الشماغ هذا جاز لي. هذا شماغ بصراوي صحيح؟ ايوه بصراوي. والله انه حلو. طبعا يقول ب40 فاباخذه. وهذه الغترة الثالثة، طبعا وصل حسابنا الحين 300 قطري. تشوفون هذه جزت لي جدا، وهذه الغترة ب30، يعني وصل حسابنا 330. ايش رايكم بالشال هذا؟ وهذه ب40، بس عز الله انها حلوه، ما ادري ليش شم ريحه، اتوقع انها حلوه باخذها. تدرون بكم يا الربع؟ ب40 يعني وصلنا ل 410. يا سلام، والله العقال حلو تطريزه. شوفوا كيف شكله من وراء، شفتوا يا الربع اني دقيق، حتى الطاقيه اخترتها. هذا قطري ها؟ ما شاء الله تبارك الله 100%. بغيت انسى كم الطاقيه، الطاقيه ب5، يعني وصلنا 415. بندفع الحساب الان، بسم الله. وصلنا لحسابنا 415، وعدنا بعد 3. وهنا سوق واقف، ما شاء الله تبارك الله، زحمه وامطار وخير ما شاء الله. شوفوا الامطار، شوفوا الاجواء الحلوه، اللي رايح واللي جاي. يا الله عز الله انه مبسوط جدا. المكان مناسب، المكان مناسب، الاجواء جميله. السعوديين العرب كله بوه موجودين في الدوحه. انا مبسوط، تسولف مع ذا تاخذ مع ذا. يا رب لك الحمد، الله يديم الخيرات والامطار ولا امن ولا امان. نبي نروح ندوج وناخذ لنا فره هنا. وش رايكم بالزي القطري؟ بالله مناسب عليه ولا لا؟ شوفوا مناسب ولا مو مناسب؟ شوفوا انه ثوب حلو والله. زمان وانتم تطلبوني بث، سيف نبي بث، سيف نبي بث، حتى تعبت وانتم تقولون الكلام هذا. فالحين ببث بسوق واقف ونوريكم الاجواء. اكتب بالتيك توك سيف مطيري وعلى طول يطلع لك. مرحبا ومسهلا. سوق واقف ومولع. شوفوا عاشوا عاشوا عاشوا. بنسمع توقعات اخونا الكويتي فهد العبدلي. مرحبا ومسهلا. اول شيء قبل لا تاخذ توقعات، ابرك الساعات يوم شفناك فيها. الله يطول عمرك. والله يحييك، وانا اشوف سوق واقف اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، منور بوجودك. يعني مبكيك. والله يديم الضحكه الجميله ان شاء الله. وتوقعاتي وتمنياتي الاردن ان شاء الله، بما اني انا درست في الاردن ان شاء الله. وش الاسباب اللي ادت انك تشجع الاردن؟ والله لاني انا درست في الاردن اول شيء، وتعرفت على ريجيل، والله مترك وشرواك ونعم ريجيل بصراحه في الاردن، ويستاهلون التحيه. يستحقون. اي والله يستاهلونها. وش تقول للمغرب بما انك انت تشجع الاردن؟ انا اقول نتمنى لهم كل التوفيق، لكن مع الاردن ان شاء الله الاردن راح يفوز باذن الله. ان شاء الله راح نشوفك بالملعب باذن الله. مشجع بإذن الله. ومناصر للاردن. الله يبيض وجهك ويعطيك
العافيه الله يجزاك. ونرجع ونقول ان كل ابونا اخوان، واللي يروح هذا الكلام. الكاس له والله انه هو المستحق واللي يستاهل. الله هذا يبيض الكلام. وجهك يا وجهك يا شكرا حبيبي لك يا أخوك. حبيبي. ارحب يا متعب. الله هلا يبقيك ويطول وسهلا. عمرك يا يا حبيبي. مرحبا لي صدق. صدفة جميلة وأسعدتني والله العظيم. جعني والله ما خرب يا حبيبي. يا اخي وش الصدفه الحلوه ذي؟ والله أنها من أجمل الصدف. تدري انا مع احترامي لك وين انا متوقع اني بقابلك؟ وين؟ النعريه. اسمع على خبر، ها؟ الخبر بس فجاه يوم فكرت انت والله انه مرحبا. والله من أبرك الساعات يعني يا حبيبي. والله ما خرب. الصدف تجمعنا بالغالين اللي مثل الله شرواكي يطول عمرك. والله. بعدها طال عمرك ابيلي شيله كذا على كيفك مناسبه ان بدوحه انا بها عن قطر. أول شيء نهني الشعب القطري باليوم الوطني، يا سلام ونهنيهم على التنظيم الأكثر من رائع صراحة. فعلا يستاهلون. بالنسبة للطلب اللي تطلبه ابشر. شو يقول؟ شوميلة شوميلة يم الهدب راعي الحدب شوميلة شيخ انت نوم سلابته لابته وقفاته شوميلة عنجيلة من صغر سنه فارق عنجيلة الصمل اللي بينت صملات عنجيلة. يا سلام لله درك يا حبيبي يا حبيبي ما شاء الله تبارك. جعل عمرك طويل يا ولد خليتني ادخل في جو الشيله. لا عدمتك الله لا يرضى عدمتك. عليك. يوم اننا بالسعوديه قلنا لكم بنطلع على قطر وبنسكن بالبر. طبيعي بيجيكم السؤال تروحون القطر وبتسكنون بالبر، كيف تسكنون بالبر؟ مع سيف وزايد وكحيلان كل شيء نقدر نسويه. كان هذا اعتقادنا ان كل شيء نقدر نسويه. اول الايام انا ما رحت معهم، فجاه اللي هم ساكنين فندق رافاز. دريت ان في خيانه كبيره للفكره. ازيدكم من الشعر بيت، معنا شركات راعيه للموضوع هذا. اول شركه لوازم البراري، ثاني شركه كاميرا تايب، ثالث شركه انغام الجزيره لتاجير السيارات، ورابع شركه عالم الشاي. خلوني بشرب قهوتي وبعلمكم الموضوع الكبير. هل انتم مستوعبين الامر؟ كل جلستنا بقطر نبي نخليها سكن بر، ولكن صارت ظروف والله العظيم ما يعلم بها الا الله. زايد وكحلان رجعوا للسعوديه وبيرجعون لقطر، وانا صارت عندي امور كثيره اكثركم يعرف وش صار عندي، ولكن جعل في الامر خيره. كنت متحمس للفكره وكانوا العيال متحمسين للفكره، ولكن فجاه سكننا بفندق. كيف انا ما ادري، ولا والله العظيم من بر قطر ما في احلى منه. بحر مع نفود مع جبال. انا مبسوط للاجواء هذه. جايبين عزبنا وجايبين اغراضنا كل ابوها واخرتها بالفندق. يا الظالم بالفندق. كانت بتكون افضل رحله وافضل تجربه. 7 ايام نايمين بالبر، خيامنا معنا، فرشنا معنا، لكن قدر الله وما شاء فعل. وابشروا بالخير، الخير جايكم ما عليكم. بما انك سعودي نبي توقعاتك، الاردن ولا المغرب؟ للأمانة الفريقين عندي كلهم واحد. أهم شيء البطولة تروح لمن يستحقها صراحة. يا سلام عليك. وبالتوفيق انا ادري، للفريقين. انا داري انك تقول كلام مثاليه، انهم كلهم واحد وهم كلهم واحد فعليا، ولكن اكيد ان قلبك يميل مع فريق. علمني من؟ الأردن طبيعي. ايوه اطلع على صدقك. للأمانة أنا أحب أيوة. الأردن وأحب الشعب الأردني يعني الصراحة. عشان النسايب يعني؟ لا والله حبايبنا وأصحابنا وجيراننا بعد. يا سلام عليك. طيب هل انت تحضر المباراه ومشجع مع الاردن؟ بإذن الواحد الأحد رايح أشتري شماغ عشان أطشها فوق زي ما سووا معنا في الملعب. يا سلام عليك. هذا يدل ان روحنا رياضيه. الله يوفقنا يا رب العالمين ويوفقهم، وان شاء الله يفوز المستحق. المغرب ولا الاردن؟ وحنا كل ابونا اخوان. اللهم لك الحمد وبيض الله وجهك يا وجهك يا حبيبي. هلا وسهلا. انا محتار اشجع المغرب ولا الاردن. ابيك تقنعني اشجع المغرب دامك مغربي. والله شوف انا اقول لك احنا كنا عرب واخوان، بس اذا شجعت المغرب تعرف نقول لك المغرب يحبونك، وانت معروف في المغرب الله يطول عمرك. ومعروف برامجك كلها، يا سلام عليك. وانصحك تشجع المغرب. ما انصحك. شوف السعوديين ترى حبايبنا نسايبنا، بس انت تقول الاردن نسايبكم، بس انا اقول السعوديين نسايبنا. يا سلام عليك. هي احنا نسايبنا معروفين. بس خلصت. ابيك تقنعني اكثر. اقنعك. شوف قول لا اله الا الله. اوكي بقول انا لك، انا بقنعك انا بشيء. بكل امانه انا بكره حاضر ملعب. حلو. فلازم تقنعني لان بيجيني اردني وبيقنعني. فبما انك المغربي، لا انت تمثل المغرب الان. اقنعك. هي يلا اقنعك اسلم. اقنعك بجمهورنا. ها اما احسن في الجماهير المغربيه، اتكلم عن الجماهير المغربيه مو منتخب المغربي بس، عندنا جماهير ثانيه اللي هي الرجاء والوداد والجيش الملكي، بس الجماهير المغربيه عندها طعم خاص، واذا جيت وسط الجماهير المغربيه بدون شعور
تهز يدك وتقول ديما مغرب. امانه بدون شعور. مبدئيا صح، مبدئيا اقنعتني ان شاء الله. اوه الحمد لله. لكن بشوف انه اردني وبنسال نفس السؤال هذا. يلا سلام. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لك، يا مرحبا. انا سعيد جدا. الله يحفظك. قوية أهم حاجة. لا أول بس صباحك الله بالخير. صباحك بالرضا. هل تعلم اني ماخذ بطولة حفرة باطن ولا لا؟ تستاهل. بس روهم ابى ارويهم. روح. تدري انه فايزين عليك قبل شوي ولا ما تدري؟ ما نشاهدك، ما في إلا خالي هنا ولا في هندو. بيض الله وجهك. وجهك أبيض. عز الله انت كفيتني. صن وحكم وصن مغطى وعلوم طيبة. ولا ما هي بصحيح صن مغطى ذي. يبين على وجهه. ام الرجال هذا اسطوره. اسطورتين وذابح الصمت. يبونك تشهد. سولف معنا. يبونك تشهد. سولف معنا كيف الامور كيف البلوت. يبونك تصحى. هل شو شاهد زور بس. هو شو غير اشهد فيه باشا. الله يبيض وجهك. انا ما ادري اشجع بكره الاردن ولا المغرب، ابيك تقنعني. ليش انت محتار؟ ليش انت محتار اصلا؟ لان اصلا المغرب ولا الاردن كلاهما الان عندهم نفس المدرب، الاردن فيها مدرب مغربي والمغرب يعني انا اقول لك عندي عائله كثيره في الاردن وانا محتار يعني نشجع الاردن واشجع المغرب، لكن انا مغربي اشجع المغرب. الشيء الثاني اعطيك انا محتار ما ادري بكره حضر عند المغاربه ولا عند الاردنيين. بكره تروح عند المغاربه لان في المغاربه 99 هي تدير لقب، يعني تاخذ لقب 99%. الاردن ثاني اول مره توصل لنهائي كاس العرب. عموت رغم سلامي رغم ان السلامي بيعرف المنتخب المغربي جيد، يعني انه مغربي، غنلقاو صعوبه بالحقيقه، والله لقاو صعوبه لانه هم فقط مدرب مغربي. ثم اقول لك ان الشعب الجمهور المغربي مستند بالجمهور الجزائري والتونسي هنا في قطر، يعني انا اقول لك روح ودخل مع الجمهور المغربي لانه غيكون هو الاكثر في الملعب. اشوف انه احتاج نتكلم اكثر لان الاردني بساله شوي وبيجاوب وبيقنعني اكثر، فابيك تقنعني. ايش انا اقول لك كلمه واحده، الكلام يكونش في هنا في الملعب، فقط في الملعب. السعوديه قالوا جيبوا المغرب، جبناهم. الامارات جيبوا المغرب، كل الدول يقول جيبوا المغرب، احنا خلاص. الاردن السنه يقولوا جيبوا المغرب، ولا احد قال يجيبوا المغرب، يعني خافوا. السوريين قالوا جيبوا المغرب، فاهم؟ انا طريقه اقنعك هو انا بكره تروح الملعب تشوف اللون الاحمر كل الملعب. يا سلام عليك. تعالوا اخوان المغاربه والشام، تعالوا الشام ساعدوني. احنا نحتفل في الميدان مش فينا. الله يبيض وجهكم. دبيت. هذا اخر احتفال. يا مغرب جايك الدور. يا مغرب جايك الدور. الله والله يقضي يا مغرب. بكره ديما اردن ما فيش مغرب. الله وجيب بيض الله وجيكم، اقسم بيت الله انكم افضل ناس على المغرب والارادنه. بيض الله وجيكم، كل ابوكم اخوان، والله ان كلكم اخوان. ان شاء الله يروح بكره المستحق ان شاء الله. ناكله ونرميه بالله، ناكله ونرميه بالله، واللي تحداه يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله يا ويله. تبي الصدق انا محتار اشجع المغرب ولا الاردن. تبي الصدق انا محتار اشجع المغرب ولا الاردن. ابيك تقنعني طال عمرك. يا سيدي شوف، الاردن هسه الاردن واحده من اكبر المنتخبات في كاس العرب. يا سلام. وفازوا كل مباراه ولا تعادل ولا خسروا، كل مباراه فايزينها. يا سلام. وكل الاكلات العربيه ماكلينها احنا. باقي الكسكسي ان شاء الله باذن الله الفوز لنا بكره والضمان على الشباب، الشراره والفخوري والشباب كلها الله ان شاء الله ضمانتهم. بس اقنعتني كذا، ترى في مغربي اقنعني وقال كلام كثير. شوف يا سيدي، احنا هسه يعني ضامنين الفوز، عندنا شعب، عندنا لعيبه، عندنا مدربين، تكتيكات، كل شيء عندنا. بيجيك مغربي بقول لك هيك بتفلسف عليك، قول له لا احنا الاردن النشاء ما خسروا ولا مباراه، شقوهم كلهم، باذن الله الفوز لنا.
صح يا شباب؟ واحنا هسه كمان شو اسمه زي ما قلت لك المنتخب الاردني منتخب عظيم جدا في كاس العرب، وان شاء الله نرفع راس الاراضنا وابصر شو. هاي الشباب كمان بدي اجيب لك اياهم يقنعوك. يلا يا شباب بالله عليك يلا تعالوا. واسقوها للنشامة مع العمروسي، والله صبوها القهوة زيدوها، واسقوها للنشامة مع العمروسي. هلا على بلادي وهلا هلا وبالعلالي وهلا عاشوا العرب اخوان بس الكاس بعمان، كل العرب اخوان بس الكاس بعمان. يا الربع والله شكلهم اقنعوني يا الاراضي.